بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيوة، الصوت اللي انتوا سامعينه ده هي أسماء إسماعيل بشحمها ولحمها. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى من عليا بلبس النقاب، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتني عليه. موضوع حلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هي ورقة الأماني. إيه هي ورقة الأماني دي؟ أسماء هنتكلم عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. كل اللي نفسه في أمنية، كل اللي متأخر له استجابة دعوة، كل اللي بيتمنى أمنية في الدنيا دي، أي حاجة أنت عاوزها من رب العالمين بإذن الله سبحانه وتعالى، رمضان هذا العام ستحقق بحول الله وقوته. كتير هيقولوا ما احنا دعينا رمضان اللي فات وما لقيناش اي استجابة، ورمضان جاي علينا اهو ما شفناش اي استجابة. هنتكلم عن النقطة دي خاصة، ولكن انا من قلب الحدث بحول الله وقوته سبحانه وتعالى رب العالمين استجاب لي أدعية كتير بحول الله، وفي الكتير منها خاص انا مش هينفع ان انا اذكره، ولكن والله العظيم الدعوات بتستجاب في رمضان. ما بيجيش رمضان اللي بعده الا ورب العالمين مستجيب لك كل الادعيه اللي انت دعيتها. ولو في حاجه اتاخرت شويه، يا اما تقصير منك وبذنوبك وهنتكلم عن النقطه دي، يا اما لسه انت مش مهيأ ليها بس هي جايه هي جايه. انتوا طبقتوا اللي انا هقول لكم عليه في الفيديو ده بامر الله سبحانه وتعالى، مش هيجي رمضان الجاي الا كل حاجه انتوا بتتمنوها بتتحقق. انا مش هصعبها عليكم، هتكلم معاكم بابسط طريقه ممكنه. وهو من ضمن دعوات رمضان العام الماضي بحول الله وقوته ان رب العالمين يمن عليا يعني بحاجه ترضيه. فكان من ضمن الادعيه اللي انا بدعيها اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب العالمين من عليا سبحانه وتعالى بلبس النقاب، ولبسته في ليله النصف من شعبان بقرار. انا من زمان بقالي فتره كبيره انا بتمنى ان انا البسه، ولكن في ليله النصف من شعبان رب العالمين خلاني اخدت القرار. قلت خلاص انا هلبس النقاب، خلاص طاعه لله سبحانه وتعالى وحفظ لنفسي يعني وصيانه لنفسي يعني من اي يعني ايه عين لا تتقي الله وتنظر اليها. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا من عليا بالشكل الحسن، فخليني احتفظ بالشكل ده مثلا ان شاء الله لحد بعينه. قررت بفضل الله سبحانه وتعالى، هداني الله سبحانه وتعالى ان انا البس النقاب، والحمد لله رب العالمين قلبي مليان بالفرحه وحاسه كده بسعاده. فدي من ضمن الادعيه. كنت دايما بقول اللهم اهدني لما تحب وترضى، من ضمن الادعيه. الحمد لله رب العالمين هداني لما يحب ويرضى، الدعوات مستجابه. من ضمن الادعيه اللي انا كنت بدعيها ان رب العالمين يعني يرزق اختي باللي هي تتمناه، يتم لها زواجها على خير. والحمد لله رب العالمين ما جاش رمضان العام ده الا واختي تزوجت بفضل الله سبحانه وتعالى. اخواتي الرجال الحمد لله رب العالمين انا دعيت لهم ببعض الادعيه وبفضل الله سبحانه وتعالى رب العالمين استجاب كتير. والله العظيم انا امنيات شخصيه ليا، انا كنت مبنداها كده، والله امنيات شخصيه اتحققت زي ما طلبتها حرفيا اتحققت، والله الذي لا اله غيره. فالدعوات في رمضان دعوات مستجابه، احنا بس اللي التقصير مننا. رب العالمين قال ادعوني استجب لكم، خلاص لا يخلف الميعاد سبحانه جل في علاه، ولكن شرطين لقبول الدعوه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الشرط الاول الاستجابه لامر الله باتباع اوامره، وليؤمنوا بي باجتناب نواهيه سبحانه جل في علاه. حققت الشرطين دول خلاص دعوتك مستجابه بامر الله سبحانه وتعالى. بنقول ان من نعمه رب العالمين علينا انه بيخص بعض الازمنه بمزيد من الفضل، وبعض الاماكن بمزيد من الفضل، حتى تشحذ الهمم وتجدد العزائم ويكون هناك مسارعه في الخيرات. فما فيش أفضل من شرف الزمان لهذا الشهر الفضيل، دعوات فيه يقين مستجابة. آية استجابة الدعوات جت بعد آيات الصيام في سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية دي بعد آيات الصيام تقريبا الآية 186. فانتوا شدوا الهمة وجددوا العزيمة لأن الدعوات بتستجاب. جهزوا الأمان، السلف الصالح كانوا بيجهزوا أمانيهم قبل دخول رمضان. اطلبوا من رب العالمين ما تشتهي أنفسكم. الصحابة كانوا بيطلبوا من رب العالمين حتى شسع النعل، أعزكم الله. تعالوا بقى نتكلم عن ورقة الأماني وفحوها. بكل بساطة ورقة الأماني دي عبارة عن أدعية إحنا بنكتبها نوت زي كده ورقية، أو تكتبوها في نوت على الموبايل. 5 أدعية هنجهزهم لأكتر 5 أمنيات إحنا بنتمناهم ونفسنا رب العالمين يحققهم لنا. الأهم فالمهم، كل واحد فينا عارف أولوياته والحاجات اللي هو بيتمناها. ليه بتقولي أسماء 5 أدعية؟ علشان أنا عايزة قلوبكم تكون حاضرة أثناء الدعاء، يكون القلب حاضر وخاشع. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يبقى الإيقان وحضور القلب ده من أهم شروط استجابة الدعوات، عشان احنا بنبقى حاسين كده ونقول يا رب يا رب قلوبنا حاضرة خاشعة، قلوبنا مضطرة
اضطرار يجعلك أقرب للإجابة. مثلا إنسان عايز يشتري فيلا، عربية، شقة، مش عارفة إيه الحاجات اللي هي مادية دي. مثلا بقول يا رب أنا عايز فيلا وعايز عربية وعايز منها، ممكن اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين، وأنا بصحة وعافية، ده على سبيل المثال مثلا يعني. فرب العالمين يرزقك بالرزق الواسع، تقدر تجيب الفيلا وتجيب العربية وتجيب مش عارفة ايه، وتجيب كل الطلبات اللي انت بتتمناها في الدنيا. قلبك مستشعر مدى احتياجك. ميجيش حد يقول احنا عايزين الآخرة بس، لا عادي، اطلب من رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة مشروع. احنا قلنا الصحابة كانوا بيسألوا رب العالمين في شاسع النعل، متخيلين شاسع النعل؟ اسأل ولا تعظم المسألة. رب العالمين ما عندوش كلمة مستحيل، هو الخالق لكل شيء، هو الخالق للأسباب والخالق للماديات، هو الخالق لكل شيء. ورب العالمين هيحرمنا ليه ومش هيعطينا ليه لو احنا ممتثلين لأمره سبحانه وجل في علاه؟ ليه بنكتب؟ عشان انا دايما بقول ان احنا نسيين شوية، احنا بناكل وننكر، نيجي نقول ده رب العالمين ما استجابليش، ده ما حصليش، ده مش عارفه ايه. فلا، تعالي يا نوت، تعالي يا نوت اشهدي علينا ان احنا داعين رب العالمين والحاجات اتحققت اهي. بالاضافة ان الكتابة هترسخ في عقلك احتياجك وطلبك يعني. فانت لما رب العالمين يستجيب لك هتشوف دعواتك قدامك، وقد جعلها ربي حقا. اول ما تشوفوا الفيديو ده اكتبوا الادعيه بتاعتكم على طول، وزي ما قلت لكم ادعوا في الدنيا باللي انتوا نفسكم فيه، بدليل على لسان سيدنا نوح لما قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا لاخر الايه. مشروع الطلب الدنيوي، الرزق والمال والحاجات دي كلها موجودة في الدنيا. سيدنا موسى لما آوى للظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا يا ربي مهما كان عندي من خير أنا فقير ليك ورحمتك. وهو طالب حاجات في الدنيا، فرب العالمين رزقه بالأمن والزواج والعمل، 3 أشياء، والحاجات دي فين؟ في الدنيا. فاطلب. امتى بقى يا اسماء؟ الوقت اللي احنا ندعي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد، انت ليك دعوة. احنا بقى عايزين عند فطر دي ليه؟ لان الانسان لما بيجي يفطر بيبقى وصل لمرحلة الانكسار والخمول، الضعف. رب العالمين يوم يطلع على قلبك ويلاقي في الخضوع ده والذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، وبعدين يلاقي فيك ضعف من عبادة، امتنعت عن الطعام والشراب لاجل الله عز وجل، لان الصيام من اخلص العبادات لله سبحانه وتعالى. امتنعت عن الطعام والشراب لاجل ارضاء رب العالمين، فيجي رب العالمين يلاقيك كده منكسر، انت ضعيف كده، تيجي تقول يا رب يا رب انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، بالله عليك هيردك؟ انت كنت في عباده وفي طاعه، هيردك؟ والله حاشا لله. فالوقت ده مهم جدا، هو ده الوقت اللي بنقول فيه ايه، عارفين انتوا الزتونه، لب الموضوع هو الوقت ده. الأذان يقول الله أكبر، اكسر صيامك ببق مية أو تكسر صيامك ب3 تمرات مثلا. بعدين تلتزم ركن، الرجل في مصلى في المسجد، الست في بيتها، وتكوني طبعا مجهزة أكلك، مش واخدة ركن وانت أكلك مجهزش للناس، لا أكلك جاهز يدوب على الغرف، كل الجميع يصلوا وتحطي أكلك مفيش أي مشكلة، والأكل مقدور عليه. بس الدعوات فرصة عظيمة، طبعا الدعوات طول السنة مستجابة، ولكن في رمضان منح منح منح، انت بتبقى على طاعة، تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بما هو أهل له، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلب من رب العالمين ما تتمنى وما تشتهي من خيري الدنيا والآخرة. والله يا جماعة ما تضيعوش الوقت ده، ما تضيعوش. استجيبوا لله يستجيب لكم. اوعى تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، الخير عند رب العالمين كتير. عندنا كمان من ضمن الأدعية قلنا دعوات هندعيها لدنيانا، ودعوات بظهر الغيب للناس اللي احنا بنحبها، دعوات لبلدنا بقى بصفة عامة ولوطننا وللمسلمين عامة في شتى بقاع الأرض. بعدين بقى أهم حاجة دي تكون في المقام الأول، أنا بقولها في ترتيب كلامي في الآخر، لكن هي دي في المقام الأول إن احنا ندعو بيها في المقام الأول قبل ما نبدأ أي حاجة. دعوات الآخرة، دعوات الآخرة. أمنية جميلة لإحدى المتابعات الكرام اتحققت لها لما عملت وطبقت ورقة الأماني، وهوريها لكم دلوقتي على الشاشة وهحكي لكم اللي حصل معاها. عندنا كمان وقت تاني، ودول أهم وقتين قبل الفطار، يعني أنت بعد ما أذن المغرب قبل ما تفطر الفطار التقيل بقى بتاعنا المحشي والبط والحاجات دي. تاني حاجة الثلث الأخير من الليل، بعد ما هنعمل العبادات اللي احنا نقول عليها، ونيجي في وقت يتنزل فيه في العادي رب العالمين نزولا يليق بجلاله سبحانه وجل في علاه.
هينزل سبحانه وتعالى نزلا يليق بجلاله. ده في العادي، في رمضان، في شرف الزمان في رمضان. تخيلوا بقى الثلث الأخير من الليل بالذات، الثلث الأخير ده في العادي معجزات وقصص لا تنتهي، ولكن احنا خلينا نخص رمضان بالذكر، الدعوة في الوقت ده. وما أدراكم. جهزوا الورقة دي وهتدعوا لي. أسماء، أنا عايزة الأمنيات الفلانية دي تتحقق، أعمل إيه؟ بكل بساطة أبعد عن المعاصي. إيه المعاصي؟ أنت إنسان فاهم وعارف أي حاجة شايفها تغضب رب العالمين ابعد عنها. والله لو بعدت عن المعاصي وتجنبتها دعوتك هتستجاب وهتكون مجاب الدعوة. أكل الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. رب رجل أشعث أغبر يمد يده للسماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. أن يعني إيه؟ يعني مستبعد، أو كيف يستجاب لك؟ أطب مطعمك ومشربك تكن مستجاب الدعوة. نبطل غيبة ونميمة. الغيبة والنميمة دي أهم موانع استجابة الدعوات، وخاصة في مجالس النساء. اترك الغيبة والنميمة لأهلها ولا أكن من أهلها. حقوق الوالدين من أهم موانع استجابة الدعوات وعدم التوفيق في الحياة. ذنوب الخلوات من أهم مصائب وموانع استجابة الدعوات. مقولة بتقولك إيه؟ لا تكن في خلوتك إبليسا وبين الناس قديسا. حاول في خلوتك إن أنت ما تبصش على الحرام، ما تسمعش للحرام، ما تتكلمش في الحرام. طب لو عملت كده وغلبك هوى نفسك ارجع واستغفر على طول. الجميل ومن نعم رب العالمين إنه بيقبل التوبة عن عباده ويحب عباده الأوابين. أنت وقعت في المعاصي بادر بالتوبة على طول. اللهم إني تبت إليك فاغفر لي مغفرة من عندك. فيفتكر إن في رب عظيم غفور رحيم، فيستغفره يقول يا رب اللهم إني تبت إليك يا رب، غلبني هوى نفسي فاعف عني وعافيني يا رب العالمين. ندخل على رمضان بأمر الله بقى وعينينا على الهدف بتاعنا، الحاجة اللي احنا بنتمناها. نتقي الله سبحانه وتعالى. يعني بتقي الله يعني أجعل رب العالمين نصب عيني قدامي كده في كل خطوة. ثق يقينا أنت اللي مؤخر إجابة دعوتك، مش رب العالمين إنه ما بيستجيبش. انت دعيت ممكن في رمضان على فكرة وعملت كل المطلوب منك، بس جيت بقى بعد رمضان بشوية كده ولعبت بديلك شوية، عملت حاجة غلط أغضبت رب العالمين، حجبت عنك الدعوة اللي كانت هتنزل لك وتقر عينيك بها. مش عايز تأخير يا أسماء؟ أمتثل لأمر الله وابعد عن المعاصي وافضل دايما في جنب الله سبحانه وتعالى. الدعوة هتقع بأمر الله وكل اللي أنا بتمناه هيحصل. لو اتأخرت شوية أبقى عندي يقين وحسن ظن في الله، وده من أهم شروط استجابة الدعوات، حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. قبل ما ندخل على أهم العبادات اللي احنا نعملها خلينا نشوف قصة الاستجابة الجميلة دي لإحدى المتابعات الغاليات الدائمات ليا، الحاجة أم زياد. أنا مش عارفة هي كبيرة في السن أو صغيرة، ولكن خلينا نقول أختنا الغالية أم زياد. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بإن عندها 3 أولاد لم ينجبوا. يعني الست الفضيلة الكريمة دي لم تيأس أبدا وما قعدتش حطت إيديها على خدها وقالت خلاص ربنا ما بيستجيبش وده قدري وليه يا ربي وابتلتني في 3 أولاد. الست دي ما عملتش كده. الست الجميلة دي عملت إيه؟ قعدت تبحث وتدور وتشوف إيه المشكلة فيه. فرب العالمين سبحانه وتعالى وقعها في قناة أمة الله يعني، فشافت الفيديو بتاع ورقة الأمنيات، وهي دايما بتتابعني يعني في فيديوهات الصلاة على النبي والحاجات دي يعني قديما يعني. طبقت ورقة الأمنيات العام الماضي بحول الله وقوته. هي كتبت لي الكومنت اللي انتم شايفينه معاكم على الشاشة ده. طبعا أختنا العزيزة الغالية أم زياد حبت تبشرنا وتقول إن دعوات رمضان العام الماضي بالإضافة للاستغفار وتاج الذكر وسورة البقرة رب العالمين كرم أولادها ال3. أول واحد ربنا رزقه بطفل، والبنت التانية رب العالمين رزقها بالحمل وعلى انتظار مولود بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الثالثة فالحمد لله رب العالمين ربنا أكرمها بالحق المجهري. فسبحان الله العظيم الدعوات يا جماعة بتستجاب، والله بتستجاب، ودي بشرى عظيمة. هي تابعت وما يأستش من رحمة الله، صلت على النبي واستغفرت وتاج الذكر وكتبت أمنيتها من رمضان الماضي وقد جعلها ربي حقا. دعوة بتستجاب يا جماعة، والله بتستجاب. طب بالله عليكم كم واحد بيتفرج كده يقول لي لو دعوة واحدة كده رب العالمين استجابها له كده؟ يعني أعرف واحدة صاحبتي تاني رب العالمين من عليها بزيارة بيته الحرام. لسه كانت هناك من فترة قريبة جدا جدا، كانت كاتبة في ورقة الأمنيات، برضو سمعت الفيديو وكتبت في ورقة الأمنيات، وكانت بتدعي رب العالمين إن هي تزور بيت الله الحرام، وربنا سبحانه وتعالى من عليها زيارة بيته الحرام وفتحت لي لايف من هناك. كنت بقول لكم إن أختي كانت بتدعي بالعمرة وشافت رؤية ورب العالمين استجاب لها بعد 2 سنين من الرؤية.
في نفس اليوم اللي هي شافت فيه الرؤية، لأنها كانت بعدها بتكتب نوت الرؤى اللي هي بتشوفها أو أي حاجة، ورب العالمين استجاب لها الدعوة. اتأخرت سنتين بس جت، وهي كانت بتدعي. اللي أنا فيه ده والله والله استجابة دعوة من دعوات رمضان. ما جاش رمضان العام ده إلا ورب العالمين من عليا. كنت قلت لكم على رؤية إن أختي شافت إن أنا وهي زي يكون في فندق أو أوتيل كده حلو خالص، وناس كتير واقفين في ادوار، وانا وهي ركبنا اسانسير وطلعنا لدور منزلة عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. طلعنا لدور عالي يعني. وقتها كان في ليلة شاكين فيها ان هي ليلة القدر. صبيحة هذه الليلة يعني انا حلمت حلم جميل خالص، وهي حلمت حلم جميل. يعني الشاهد ان رب العالمين من على اختي لبس النقاب من شهور فاتت، وقبل الزواج على فكرة، قبل ما تلتقي بزوجها خالص هي انتقبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا ربنا من عليا، كانت هي السابقة وانا اللاحقة بفضل الله سبحانه وتعالى بلبس النقاب. فالحمد لله رب العالمين. طاعة اكتر من كده استجابة؟ قولوا لي في اكتر من كده استجابة؟ اهم العبادات في رمضان اول حاجة الصيام، ده بديهي. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ان لما ربنا يغفر لي ذنبي، يوم ما اقول يا رب ربنا يستجيب لي، مش هيبقى عندي عقوبة الذنب اللي هتمنع عن استجابة الدعوات. صيام رمضان في إخلاص لله سبحانه وتعالى. الذنوب اللي جاية ربنا يغفرها لي، أجي هقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى هيحميك من الوقوع في المعاصي اللي هتخلي عندك ذنوب في الأيام الجاية. هيبغض قلبك في المعصية ويحببك للطاعة والإيمان، وبالتالي كده حماك من الوقوع في المعاصي. بالتالي انت هتكون إنسان نظيف. يوم ما تقول يا رب رب العالمين هيستجيب لك. ركز، صحصح معايا صحصح معايا وافهم المعادلة. رب العالمين مفيش أسهل من عبادته سبحانه وتعالى. مفيش أسهل من إنك تاخد خيرات رب العالمين لو التزمت جنب الله سبحانه وتعالى. الصائم ليه باب في الجنة اسمه باب الريان. الأجر بتاع الصيام مخفي غير معلوم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال رب العالمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة خالصة مخفية عن الناس، بما إنها عبادة خفية فخفى الأجر. متخيل رب العالمين اللي هو المعطي الوهاب لما يجازيك بقى على حاجة أو طاعة عظيمة زي دي، طاعة فيها إخلاص، لأن أنت الناس مش شايفاك. أنت لما بتعمل كده معناه أن أنت مخلص العبادة لله. أنت ممكن تشرب وممكن تاكل وتقول للناس أنا صايم، دليل إنك صايم هو أن أنت مخلص لله سبحانه وتعالى. عشان كده أجرك عظيم من الوهاب الكريم الذي إذا أعطى أدهش بعد. الصيام جنة يعني حماية أو وقاية من الوقوع في المعاصي. احنا عايزين كده لما نصوم هنحمي نفسنا من الوقوع في المعاصي، وبالتالي رب العالمين مش هيغضب علينا، وبالتالي يوم ما نقول يا رب رب العالمين هيعطينا. تاني عبادة قراءة القرآن الكريم. رمضان أصلا شهر القرآن. القرآن نزل في ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. قراءة القرآن من أعظم عبادات التقرب لله سبحانه وتعالى في العادي. ختم القرآن الكريم من أعظم العبادات التي تقربنا لرب العالمين. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتع اللي هو المشقة في القراءة بتاعة القرآن الكريم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم خص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: واقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة في صورة غيايتان أو غمامتان أو فرق من طير يحاجان عن صاحبهما. ثم خص صلى الله عليه وسلم سورة البقرة بالقراءة، قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطر اللي هم الصحراء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بالإضافة بقى إن ختم القرآن الكريم صحابة كانوا بيجهزوا أدعيتهم بعد كل ختمة من ختمات القرآن الكريم. ختم القرآن الكريم في عجالة سريعة ومش باستفاضة، لأن ده هيكون له حلقة ثانية بأمر الله سبحانه وتعالى. ممكن تختمه كل 3 أيام، ممكن تختمه كل 5 أيام، ممكن تختمه كل 7 أيام. للناس بقى اللي يومها مشغول جدا جدا ممكن تختمه إن شاء الله مرة واحدة في الشهر الفضيل. يومك مليان وحياتك ما فيهاش وقت، وخاصة في ناس يعني بتشتغل فعلا 24 ساعة وما يقدروش إن هم يتغيبوا عن شغلهم. إن شاء الله مرة واحدة بس. عايزين نختمه في 3 أيام، يبقى هنقرأ 10 أجزاء في اليوم.
كده في شهر رمضان كله هنكون ختمنا القرآن 9 مرات لو احنا بنختمه كل 3 أيام. الجزء الواحد بياخد ما بين 20 دقيقة ل 30 دقيقة، لكن بصفة عامة الجزء بياخد 20 25 30 بالكتير قوي قوي. يعني في الساعة الواحدة هتقدر ان انت تقرأ 3 أجزاء. عشان تختم 10 أجزاء محتاج 3 ساعات وتلت في اليوم. متقدرش تقسم 3 ساعات وتلت دول على مدار اليوم بداية من الفجر لحد ما قبل الفجر اليوم التاني. عندنا 5 فروض، لو قريت بعد كل فرض جزئين هتقدر ان انت تقرأ في اليوم كله 10 أجزاء، وبالتالي هتقدر ان انت تختم كل 3 أيام. عايزين نختم القرآن كل 5 أيام، يبقى هنقرأ كل يوم 6 أجزاء، وكده هنختمه في الشهر 6 مرات. عايزين نختمه كل 7 أيام، يبقى احنا هنقرأ في اليوم 5 أجزاء، يعني في الشهر هنختمه 4 مرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني في مصارعة بقى وتنافس. الختم بصفة عامة طاعة لله، قراءة القرآن عليه أجور عظيمة. وفي رمضان يعني 3 طاعات، 3 طاعات. متخيل بقى لما ال3 طاعات دول يجتمعوا وبعدين تيجي تدعي وتقول يا رب؟ انت متخيل بقى هيردك رب العالمين؟ لا والله، والله حاشا انه يردك. نيجي للعبادة اللي بعد كده، كثرة الاستغفار. احنا عايزين رب العالمين يغفر لنا، ده احنا عايزين نجمع. عارف انت اللي قاعد بيجمع من هنا وهنا 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 وهنا؟ صيام رمضان بيغفر لنا رب العالمين بيه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. عايزين نستغفر عشان رب العالمين يغفر لنا اي ذنب او اي هفوه حصلت لنا في اليوم، او اي ذنوب ماضيه. ما احنا جايبين بقى الاستغفار ده استيكه ممحاه، عمالين نمسح بقى كل حاجه احنا عاملينها عشان احنا عايزين ربنا يستجيب لنا. ايوه احنا عايزين نبقى سعداء في الدنيا والاخره. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفار جعلوه ملازم ليكم طول اليوم، فيكون لنا ورد. انا مش هحدد لك ورد، بينك وبين نفسك اختار الورد المناسب ليك ولحياتك. نيجي بقى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا دايما اقول شهادتي مجروحة في الصلاة على النبي، ان فيها من المعجزات والخيرات العظيمة. لما نجمع بين طاعة فيها امتثال لامر الله سبحانه وتعالى، من الرحمات والبركات اللي هتنزل علينا، طاعة عظيمة فيها الخيرات الكثيرة والمعجزات، وفي شهر فضيل شرف الزمان. دايما نقول شرف الزمان، شهر استجابة الدعوات أصلا، فالطاعة فيه أجرها أضعاف مضاعفة. كلنا ورد، احنا عمالين قلنا نكنز من كل الخيرات، كل ذكر ليه خير. أنا عمالة معايا باسكت. عارفين انتوا ما تروحوا السوبر ماركت كده وتقعدوا تشتروا حاجات وتجمعوها؟ أنا عمالة بعمل كده، أنا عمالة بجمع من الاستغفار والصلاة على النبي والقرآن والدعاء. أنا عايزة أملى الباسكت بتاعي، عشان أنا عايزة الخير العظيم. بحيث إن أنت يكون عندك عزيمة. أنا والله عندي هدف أنا عايزة أوصل له. مثلا وليكن على سبيل المثال، أنا ليا 1000 صلاة على النبي مثلا بالصيغة الإبراهيمية، اليوم مش هيعدي غير وأنا مصلية على النبي بالصيغة الإبراهيمية. من ضمن العبادات اللي احنا نداوم عليها، ده مفروض في العادي ونيجي نكسر منها في رمضان أو ما نفوتهاش في رمضان، تاج الذكر أو الحرز. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة على الأقل صباحا و100 مرة مساء. التسبيح لازم يكون لنا ورد، ده في العادي ورد تسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، باقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله وبحمده. على الأقل 100 صباحا و100 مساء. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يكون لنا ورد من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهم العبادات وهي قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، والثلاثة دول يعني وتر يختم بيهم صلواته. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة مثنى مثنى. يعني ايه؟ يعني اصلي ركعتين واقول التشهد زي مثلا صلاة الصبح او صلاة الفجر، صلي ركعتين واسلم، وما صلي ركعتين واسلم لحد ما اوصل مثلا وليكن ل8 ركعات، 2 2 4 لحد ما اوصل ل8، واختم صلواتي ب3 وتر او وتر. يعني تصلي 3 ركعات وتختمهم بتشهد واحد كده صلاة الوتر، او تصلي 10 ركعات مثنى مثنى لحد ما توصل لاخر ركعة اللي هي الركعة ال11 وتوتر بيها. والوتر ده في استجابة دعوات، خيرات عظيمة وهنتكلم عنه بأمر الله سبحانه وتعالى. اكنز عندنا خيرات عظيمة والله العظيم الذي لا إله غيره.
لو امتثلنا لأمر الله وعملنا كل العبادات والطاعات وكان عندنا حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، والله يقينا دعوات رمضان هتستجاب. مش هيجي رمضان الجاي إلا ورب العالمين مستجيب لك كل الأدعية اللي انت بتتمناها، بل ممكن في قلب رمضان دعواتك تستجاب، ممكن بعد رمضان مباشرة، ممكن بعد رمضان بكام شهر، ممكن في نص يعني الفترة ما بين رمضان ورمضان، ممكن قبل رمضان بيوم واحد. وأكتفي بهذا القدر، فدائما ما أقول إصبع تشير خير من باع يعجز عن الإحاطة. أحبكم جدا جدا في الله يا طيبين، وإن شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية على خير، وأشوفكم على خير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.